قرية بروما قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد ناحية كنسبة منطقة الحفة. تبعد عن بلدة سلمى حوالي 5 كيلومتر. فيها برج يعود لزمن صلاح الدين الأيوبي كما يقول الكبار بالعمر والأجداد في القرية. عدد سكانها حوالي 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. كان يوجد في القرية مدرسة ومستوصف، ومن عائلاتها بابو، برو، فارس، عترو، أحمد، علي آغا. يعمل الأهالي بالزراعة، لكن القرية تدمرت بشكل شبه كامل بسبب قصف قوات الأسد لها، وأتى بعد ذلك بعدة سنين أي قبل بضعة سنوات ضربها الزلزال أيضا. أهلها مهجرون وبعضهم في المخيمات، لذلك هم بحاجة إلى مساعدة. لأجل ذلك أناشد حكومة إقليم كردستان والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكافة الأحزاب الكردية والكرد من أصحاب رؤوس الأموال أن يمدوا يد العون والمساعدة لأهلنا في قرية بروما وكامل قرى جبل الأكراد، سواء في اللاذقية أو حما أو إدلب، لأنهم في حالة يرثى لها. وصلتني هذه المعلومات من إحدى سيدات القرية، فلها التحية ولأصلها الطيب، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم أبنائهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية بروما.